قام أنا وعم طعميها العجيخ تنقط معي، صارت زرقة ودقات قلبها، أحس في نفخة بصدرها. قال خذوني، قالوا لي ما فيها شيء. جبت لهم الساعة 10 بالليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيت عمي ما جابوا لي إياها المستشفى، قالوا العجي عم يموت، يفعلوا يجيبوا لي إياها أبدا. أخذت عسى راكب يقولوا لي ما فيها شيء، قالوا عم بدلها. حسيت خدتيها على مشفى في سراغي بيقولوا لك ما فيها شيء؟ ما فيها شيء أبدا. قالوا لي رشح، يعطوها دواء للرشح. وش طلع معها؟ بس يعطوني دواء للرشح. أنا وعم بدلها قامت حسيت صدرها متورم كثير. أخذتها على مرت عمي، قال مرت عمي ممتوني، دلكت لي إياها بزيت. قام أنا وعم طعميها العجيخ تنقط معي، صارت زرقة ودقات قلبها، أحس في نفخة بصدرها. قال خذوني، قالوا لي ما فيها شيء. جبت لهم الساعة 10 بالليل، قالوا لي صعب وضعها، معها تشوه بالقلب شيء، قالوا لي انزل التنفس، ولا قطعوا عنا الحليب. كنت لبنايله لدفيون. قالوا لك انه معها تشوه في القلب؟ إيه، اول شيء على اساس الشريان زياده وعم يضخها على القلب عكس هذاك الشريان دم. بعدين البارحيات قال لي الدكتور عندها مشاكل بالقلب وعندها تشوه. هلا حالوكي على تركيا؟ ايه حالوني على تركيا. قال لي بجوز 40% على تركيا و90% على الشام. طيب هلا كيف اذا رحتي على تركيا كيف رح تدبري امورك؟ ما عندي حدا هونيك. طيب بتروحي هيك ايد من ورا ايد من قدام؟ والله ما عندي حدا. ايش خد معك مصروف؟ اسأل البنات اللي بالغرفة يشهد علي الله. كنت هون اسبوع ليه رمى معي. صار لك اسبوع في المشفى ليه من الخميس يشهد الله ليه رمى معي. طيب اذا انت هلا هون بالمشفى وبسوريا وليه رمى معك بتركيا ايش بدك تسوي؟ طيب خليها تموت. لا لا بس عبد على الله يشفيني اياها، ما بدي شيء ثاني. لا لا. طيب نحن شو بنقدر نوقف معك؟ بدي بس تساعدوني بأي شيء، المهم بنت الطيب، ما بدي شيء ثاني بأي شيء، بس المهم البنت الطيب. بس المشفى في تركيا مجاني؟ ما بعرف والله. مشان مصاريف؟ ايه. ايش قد يعني لازم مصاريف تركيا؟ بدك والله ما بعرف. 100-200 دولار ايش قد؟ والله ما بعرف، أنا لهلك ما طلعت برات إدلب. يا هلا إذا أعطيناكي 300 دولار منيح؟ يلي بيطلع من خاطرك، المهم 500 منيح؟ يلي بيطلع من خاطرك، يلي بتقدر ايش قد تساعدني بدك فيه. أنت؟ المهم تشفى بنتي، هل بدي